هاي بنات، الاخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا زي ما انتم شايفين من الخلفيه انا في المطار. انا مستنيه الطياره تيجي ورايحه. باين من التيشيرت انا رايحه روسيا ومبسوطه جدا. ان شاء الله هحاول ان انا اصور كل حاجه. اول مره اصور وانا كده ان بابليك يعني. حاسه ان كل الناس بتبص عليا. عايزه اقول لكم ان الاسبوع اللي فات ده كله كان بجد زحمه جدا، ما كانش تقريبا في يوم فاضي فيه. كان توتر وكان بجد الحمد لله. من كتر ما بقضي مشاوير كل يوم قبل الفطار وبعد الفطار وبنتي يعني كان في حاجات كتير جدا، بس تقريبا باين التوتر على وشي. طلعت لي حباية هنا وهنا، مش وقتهم خالص، بس يعني ما علينا. الحمد لله ركبنا الطيارة والطيارة دلوقتي هتتحرك. الطيارة اللي هتاخدنا لدبي هنروح ان شاء الله في 3 ساعات. الساعة دلوقتي المفروض الطيارة كانت 1:30، الساعة دلوقتي 2:15 لسه متحركتش. ف ان شاء الله يا رب تكون رحلة سهلة. الناس لسه بتدخل لسه بتركب، شكلنا هنتحرك يعني على 2 أو 2:15، محتاج 2:30 كمان. خلينا نتفرج على الفيلم لغاية اما الطيارة تتحرك. دبي. صباح الخير. الساعة دلوقتي 7:30، وصلنا مطار دبي. طبعا الحالة حالة مأساة. بصراحة هي الطيارة كانت مريحة كل حاجة، بس النومة كانت صعبة جدا، معرفتش انام خالص. هنقعد ترانزيت 2 ساعة بالظبط، وان شاء الله ناخد الطيارة التانية من موسكو، وهنوصل هناك على الساعة 2 الظهر عقبال ما نوصل الأوتيل. تقريبا هتبقى بقت 5 المغرب أو حاجة كده. رحلة طويلة متعبة، بس إن شاء الله يا رب تكون حلوة. فلكم أن تتخيلوا حجم المعاناة والتعب والهلكة اللي أنا فيها. فالمهم الحمد لله وصلنا أهم حاجة. طبعا احنا هنخش ننام حالا. المخطط النهاردة ما كانش كده خالص، كان المفروض ان احنا ننزل نستكشف المكان اللي احنا فيه. كان بيبقى يعني الشوارع كانت حلوة. انا عايزة اوريكم. ده الفندق اللي احنا فيه، يعني هو بسيط جدا. وتخشي هنا حاطين دولاب ومراية، طبعا حاجتي مترمية في كل حتة. بس خليني اوريكم الفيو بتاع الأوضة. يعني على قد ما هو بسيط على قد ما هو تحفة. ده الشباك
شوفوا المنظر يهبل ازاي، والجو شمس بس في برودة، فلبست جاكيت خفيف. وشايفين في فراشة بتطير هنا اهي. المهم زي ما كنت بقولكم ان المفروض النهارده المخطط ما كانش يبقى كده، المفروض كنا ننزل نلف ونستكشف المكان اللي احنا فيه دوت، بس عشان احنا بكره ان شاء الله الساعة 4 الفجر هنصحى، يعني اللي هو بعد كام ساعة، فلازم ننام عشان هنروح المطار عشان نروح يكتنبرج، دي اللي هي البلد اللي هيتلعب فيها اول ماتش لمصر مع اورجواي. وبس، يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي. طبعا انا كنت قايله لكم شويه ان خلاص نصبحوا على خير. تخيلوا نمنا الساعه 7 اول ما وصلنا، وعلى اساس ان احنا نصحى 3 الفجر عشان نتحرك على المطار زي ما قلت لكم، بس تخيلوا دلوقتي صحينا الساعه 9:30 ومش عارفين نعمل ايه، فايقين. فبجد ربنا يستر على بكره. ده جزء صورتلكوا عنده الصبح، دلوقتي الساعة 10 وشايفين الشمس لسه اصلا غاربة من شوية، يعني لو تحسوا ان الشمس لسه منورة. وده هنا باقي الأوضة، موريتهالكوش تقريبا كتر ما كان مفينيش طاقة ان انا افكر. هنا في ديسك، والحتة دي هنا في الحمام، وبس. ودي بقية الأوضة. والله الفندق حلو، يعني هو ميزته ان هو جنب المطار اللي احنا هنتحرك منه 10 دقايق بالظبط. دلوقتي انا هعمل اديت لفيديو للحاجات اللي صورتها النهارده، بحيث ان انا احاول ان انا اعملها لكم ابلود. وبس اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.